الله على التعليقات والحلويات والحاجات اللي تفتح النفس. اولا كده هو عاوز شركه شحن، ما علينا من شركه الشحن اقول لك عليها في الاخر. وكمان لو عايز اماكن تجيب منها بضاعه بالكيلو برخص التراب من هنا من الامارات وتاكل فيها احلى لقمه عيش، هقول لك على كل اللي انت عايزه. اللي عجبني في التعليق وشدني ان هو قال لك ايه، قال لك انا ابتديت على الميديا وابتديت مشروع صغير وربنا كرمه ودلوقتي فتح محل. انا كلمتكم قبل كده في فيديو في الموضوع ده ومثبت التعليق. الفكره من القصه كلها يا جماعه، حاولوا تفكروا بره الصندوق، اشتغلوا على نفسيكوا. والله العظيم في حاجات ولا محتاجه مجهود، محتاجه شويه ممارسه وشويه فكر بتعمل فلوس. انت لو نزلت منتج على الفيسبوك على بيج تبعك من على صفحتك الشخصيه ومولته ب4 درهم، التمويل اقل حاجه ب4 درهم في اليوم، مره مع مره والله العظيم هيجيب لك. ربنا يرزقك ويوفقك، وانتوا كمان ربنا يرزقكم ويصلح حالكم. كل اللي عليك انك انت شغل ده، ما تركنوش، عشان طول ما انت راكنه مش هتعمل حاجه، هتفضل محلك سر. انت بقى شركه شحن اولاد الجبري، اقسم بالله شركه شحن محترمه جدا باقل الاسعار. عندهم حاجات كتير قوي ومميزات كويسه، ولو هتشحن حاجات كتير هيبقى ليك عروض وليك خصومات، غير ان التغليف بتاعهم والحاجه بتوصل 100 وعلى ضمانتي انا. وفي شركات كتير بس انت طلبت مني شركه، انا رشحت لك الشركه اللي انا اعرفها. عايز بقى اماكن تجيب منها بضاعه والكلام ده، كلمني خاص وابعت لي رقمك ونتعامل مع بعض. ربنا يوفق الجميع ويصلح حالنا وحالكم. وعلى فكره الاماكن دي ولا بتاعتي ولا ليا علاقه بيها ولا حتى باخد كوميشن من حد، عشان ما حدش يفتكر غلط، لحسن الناس فاكره ان تحت القبه شيء.